السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، يتجدد موعدنا اليوم مع فيديو أهم الباراجرافز اللي علينا في المنهج. شرحنا في فيديو سابق أهم القواعد وشرحناها شرح تفصيلي، والحمد لله قدرنا إن احنا نلم المنهج في نص ساعة، ويا رب تكونوا استفدتوا. لو انت ما سمعتش الفيديو ده هسيبهولك في الوصف، تقدر تسمعه في أي وقت. الباراجرافز اللي علينا يا حبايبي السنة دي هيكون عبارة عن نوع من الثلاث أنواع اللي هقولك عليهم دول، يا إما a biography, a review, a short story. a biography يعني سيرة ذاتية، a review مقال نقدي، a short story يعني قصة قصيرة. كل واحدة ليها مميزاتها وطريقة كتابتها. لو انت مهتم بكده ياريت تخبط لايك وتكمل معايا الفيديو للآخر. أول حاجة معانا يا حبايبي النهاردة هي البيوجرافي. بيوجرافي اللي هي سيرة ذاتية. يعني ايه سيرة ذاتية؟ يعني حد بيكتب عن شخص آخر. أنا بكتب مثلا عن محمد صلاح، عن دكتور أحمد زويل ربنا يرحمه، عن دكتور مجدي يعقوب، بكتب عن حد تاني. خد بالك لأن في حاجة اسمها أوتو بيوجرافي، وأوتو بيوجرافي معناها سيرة انت بتكتبها عن نفسك. يعني انا بعمل سي في لنفسي او بكتب السيرة بتاعتي، زي دكتور طه حسين ربنا يرحمه لما كتب قصة الايام كان بيحكي عن نفسه، دي اسمها اوتو بايوجرافي. اما لما انت تكتب حاجة عن حد بتكون بايوجرافي. ممتاز. اول حاجة اعملها ان انا بحدد الشخصية اللي انا هكتب عليها. السؤال هنا يا مستر هو هيحدد لي في الامتحان اكتب عن مين ولا لا؟ الاجابة لا. هيقول لك مثلا وده اهم باراجراف عليك السنة دي، يعني ان شاء الله اي محافظة ما جاش فيها الباراجراف اللي هقول لك عليه ده بنسبة 99.9 هيكون هو الباراجراف بتاع السنة دي ان شاء الله. A biography about a famous person او a biography about a person you admire او a person you like most. كلهم واحد. هتكتب سيرة ذاتية عن شخص انت بتحبه او شخص مشهور، او يقول لك a biography about your role model عن قدوتك او مثلك الاعلى. كل دول واحد. لو انت كتبت عن محمد صلاح تمام، عن دكتور احمد زويل تمام، عن دكتور مجدي يعقوب تمام، عن اي حد في دماغك ينفع، بس بشرط تكون محضر معلومات كافية عنه عشان تقدر تكتب باراجراف 110 كلمة بطريقة صحيحة. ممتاز. طيب يا مستر عشان اعمل الحاجة دي واكون محضر ليها، ويا ريت تحضر من دلوقتي، ما تستناش الامتحان عشان تعرف تفكر جوه اللجنة، مفيش وقت، حضر من دلوقتي. انا لو جالي الباراجراف ده يا مستر هكتب عن مين؟ مثلا هكتب عن محمد صلاح، خلاص يبقى انت في دماغك حددت الشخصية. طيب ابدأ برضو من دلوقتي اعرف محمد صلاح ده اتولد فين، تاريخ ميلاده ايه، لازم تكون عارف. طب هتكتب عن دكتور مجدي يعقوب، خلاص نفس الكلام، اعرف تاريخ ميلاده واتولد فين عشان تعرف تكتب صح. ماشي. هنا مثلا هيكتب عن كاتب عن واحده كاتب عن زميلتها مثلا، فبيقول my friend آية was born in Aswan in 1995. تمام. انا هكتب عن محمد صلاح نفس الكلام، هكتب محمد صلاح was born in واكتب المكان in واكتب السنه. يا سلام لو انت عارف تاريخ الميلاد هيبقى افضل عشان تكتب جمل اكتر. وخليك ذكي، يعني هنا مثلا في الجمله دي هو كاتب جملتين في جمله، لا خليك انت ذكي. مثلا محمد صلاح was born in نجريك مثلا نقطه، ماشي، محمد صلاح was born on ويكتب التاريخ. كده انا عملت جملتين. ماشي. she has a big family، عادي دي ممكن اكتبها لاي حد على فكره الجمله دي. لو هو ولد هقول he has a big family، هو عنده عيله كبيره. بعد كده يا حبايبي بكتب بدايه مشواره، يعني بدايه انجازاته كانت ايه، وكمان ايه انجازاته دلوقتي. وما انساش ان انا اكتب في الاخر خالص رايي الشخصي في الشخص ده اللي انا بعتبره ان هو مثل اعلى او بحبه او هو شخص مشهور. فاقول I think مثلا هو بيتكلم هنا عن آية، I think آية is very good and kind person so I love her so much. هي إنسانة كويسة وشخص جميل عشان كده أنا بحبها كتير. أو لو أنا هكتب عن محمد صلاح هقول I think محمد صلاح is a very good kind and friendly person so I love him so much because he helps people. اوكي ممتاز. تاني حاجة يا حبايبي معانا a short story، قصة قصيرة. لو جات لك في الامتحان a short story you have read، قصة قصيرة انت قريتها، وبالنسبة لي ده تاني اهم باراجراف ممكن يجي ان شاء الله السنة دي.
لازم تكون انت مظبط قصة من دلوقتي وعارف قصة معينة عشان في الامتحان تعرف تلخصها وتظبطها. مثلا هنحكي قصة مع بعض دلوقتي. اول حاجة ايه القصة انت تكتبها ومين البطل وحصلت امتى وليه وفين، لازم تكون عارف الحاجات دي كلها. فمثلا بيقول لي one day في يوم من الايام I invited some، ركز كده invited هنا ماضي بسيط عشان دي قصة. اي ما تجيلك قصة في الامتحان وانت مغمض ماضي بسيط لان دي سرد احداث قصة. I invited some of my friends to have a light meal and some drinks. بيقول لي في يوم من الايام كده انا دعيت بعض اصحابي عشان يجوا يتناولوا معايا كده وجبة خفيفة مع بعضينا ونتناول بعض المشروبات. بعد كده بيقول لي ايه، حدد المحور بتاع القصة بتاعتك وخلي كل جملة بتركز على حاجات مهمة أساسية من غير ما أدخل في تفاصيل، التفاصيل بعد شوية. ماشي. They agreed to my idea، وافقوا على الفكرة بتاعتي. As all of us were hungry، عشان كلنا كنا جعانين. We went into the nearest cafe، دخلنا أقرب كافيه. We had some sandwiches and cool drinks، وتناولنا بعض السندوتشات وبعض المشروبات الباردة. بعد كده بيقول لك ايه، كيف يمكن ان تبدو الشخصيات، تشعر، ايه الحاجات اللي ممكن تتغير، ايه ممكن يكون غامض فهيسبب القصة ويعمل حبكة كده في القصة. Then came the time of payment، جه وقت ايه، الدفع. مين هيخلع قبل التاني؟ هنشوف. To my surprise، المفاجأة كانت I found no money in my pockets، بيحط ده في جيبه كده، مفيش فلوس، مفيش فلوس. طبعا دي اكيد مقصودة يعني. ماشي، هنشوف بعد شوية. ايه بقى نقطة التحول في الحياة الشخصية الأساسية اللي هو الكاتب ده اللي بيحكي لنا ان هو ده اصحابه وي وي وي، وبعد كده حط ده في جيبه مفيش فلوس وهيدفع. I had changed my trousers and forget to take the money. ايه ده انا غيرت، صح، انا غيرت البنطلون بتاعي اللي كان فيه المحفظة والفلوس ونسيت ان انا اقوم الفلوس من البنطلون ده للبنطلون ده. على فكرة بتحصل كتير معانا يعني. My face turned red، وشي بقى ايه، ضرب الوان. I didn't know what to do، احراج بصراحة، قمة الاحراج. يعني هو اللي دعاهم يلا يا جماعة ندخل الكافيه ده وناكل مع بعض كده ونقعد شوية، وجه وقت الدفع مد ايده في جيبه ومفيش فلوس. I asked my friends if they had any money but the money they had was not enough. طبعا انا قلت لاصحابي طب يا جماعه ده معلش انا نسيت الفلوس في البيت وكده، لو في حد معاه فلوس. طبعا بس الفلوس بتاعتهم ما كانتش كافيه to pay the bill، عشان يدفعوا ايه، الفاتوره. The waiter became angry، طبعا الجرسون واقف كده وشايف المنظر ده كله وغضبان. اكيد طبعا مش هيظن كده، هو هيظن ان الناس دي مش عايزه تدفع فلوس. And wanted to take us to the police، خلاص هو غضب خالص وقال خلاص هو كان عايز يودينا للشرطة. To our good luck، خلاص انت كده القصة وصلت للحبكة بتاعتها، لازم تبدأ الأحداث تتفك عشان القصة تنتهي خلاص. فالمغزى بتاع القصة أو نهايتها ايه اللي هيعرف في الآخر. بيقولي to our good luck، عشان حظنا الحمد لله الكويس. My cousin came in to have a cup of coffee، ابن عمي دخل نفس الكافيه ده عشان يتناول كوب من القهوة. I told him about our bad situation، أنا قلت له عن الموقف السيء بتاعنا. He smiled and paid the waiter who thought that we were thieves. بيقول إن هو كده ابتسم وراح دفع للجرسون الحساب. الجرسون ده اللي هو أصلا اعتقد إن احنا حرامية. I have learned that، ايه اللي انا اتعلمته بقى، I should never go outside without making sure I have enough money in my pocket. انا خلاص يعني اتعلمت الموقف ده ان انا ما ينفعش اطلع من بيتنا بدون ما اتأكد ان انا معايا فلوس كافية في جيبي او في المحفظة بتاعتي. تالت حاجة يا حبايبي معانا ممكن تيجي في الامتحان بعد البيوجرافي وشورت ستوري هي ريفيو. ريفيو اللي هو المقال النقدي. يعني ايه مقال نقدي؟ يعني انا مثلا يقول لك حاجه انت اشتريتها، عايز اكتب لي مقال نقدي عن حاجه اشتريتها على النت، او اكتب مقال نقدي مثلا عن مكان جميل انت زرته، او اكتب مقال نقدي مثلا عن التسوق على الانترنت او عن السوشيال ميديا. انت بتكتب مقال عادي جدا بس في الاخر لازم بتنقد وبتقول رايك سواء بالايجاب او بالسلب. اول حاجه بيقول لك ايه، حدد الشيء الذي تريد مراجعته مع ذكر سبب الشراء او المشاهده. ده لو قال لك حاجه انت اشتريتها مثلا، فهتكتب اول حاجه مثلا last week، الاسبوع اللي فات، I watched او I saw
watched انت شاهدت، saw رأيت، ordered طلبت، bought اشتريت، وهكذا، وتكتب الحاجة دي نفسها. يعني مثلا مديلك مثال اهو، last week I ordered a coffee machine. الأسبوع اللي فات أنا طلبت إيه؟ ماكينة صنع القهوة. I bought this machine as a present for my parents. أنا اشتريتها عشان أقدمها هدية لوالدي. ممتاز. بعد كده بقول رأيي الشخصي أو رأي الشخص اللي استخدم الحاجة اللي أنا جبتها دي. They are very happy with it. كانوا مبسوطين جدا. ايه بقى المميزات والعيوب بصفة عامة؟ بيقول لي it looks so great in their kitchen. كانت منظرها كده رائع في المطبخ. And it's easy to use وسهلة الاستخدام. It also makes a really delicious cup of coffee. وكانت بتعمل قهوة لذيذة جدا. بعد كده هكتب عن المميزات او العيوب البيئة المحيطة بالسلعة. يعني لو حاجة انا اشتريتها، ايه خدمة التوصيل كانت عاملة ازاي، الآلة نفسها كويسة ولا لا، التكلفة بتاعتها، لو كان فيلم او قصة نفس الكلام، وقت عرضه كان ايه، كان في اعلانات ولا لا كده يعني. فبيقول I didn't wait weeks for delivery. The delivery was quick. انا ما استنيتش الاسابيع عشان الدليفري يوصل، لا ده كان سريع جدا. ممتاز. There is only one problem with it. كان في مشكلة واحدة. My parents think it's noisy. والدي كانوا بيعتقدوا ان هي ايه noisy، يعني بتعمل صوت عالي، ضوضاء يعني. وفي الاخر بقول رأيي بإيجاز طبعا. In my opinion، في رأيي I think that's an amazing machine and the price is really good. أعتقد إن هي كانت ماكينة أو آلة رائعة ومدهشة، وكمان سعرها كان كويس جدا. أول مثال يا حبايبي النهاردة على الباراجرافز اللي ممكن تيجي في الامتحان. A review about something you bought online. وده واحد من أهم المواضيع اللي ممكن تيجي في الامتحان ان شاء الله السنه دي. خد بالك انا بكلم جميع محافظات مصر، مش بكلم محافظه بعينها، بمعنى ان ممكن الباراجراف ده يجي في محافظتين 3 وما يجيش في الباقي او العكس، لان مستحيل يجي نفس الباراجراف في المحافظات بتاعتنا كلها اللي هم 28 29 محافظه. خد بالك يعني. تمام. ولكن احنا بنتكلم في الأهم السنة دي قبل ما أبدأ أهو. يجيب لك a biography about a person you admire أو your role model. اكتب سيرة ذاتية عن شخص أنت بتحبه أو قدوتك في الحياة. ده هيجي بنسبة 99% إن ما كانش 100% لحوالي 10-12 محافظة. وكمان خد بالك يعني دي بشرة لبعض المحافظات. شوف السنة اللي فاتت عندك لو جه الباراجراف ده اللي هو شخص انت بتحبه او الرول موديل، يبقى بنسبة قليلة جدا مش هيتكرر تاني، هجيب حاجة غيرها بنسبة قليلة. اما لو انت ما جالكش، يعني مثلا المنيا عندنا ما جالهاش لا ترم اول ولا ترم تاني، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني بنسبة 99% هو الاقرب ان هو يجي في الامتحان السنة دي ان شاء الله. تاني واحد اقرب ان هو يجي ومهم جدا زي بالظبط السيره الذاتيه هو اللي قدامنا ده. A review about something you bought online. مقال نقدي عن شيء ما انت اشتريته اونلاين. وطبعا الطلبه بتوعنا عارفين ان احنا جبناه في امتحانات قبل كده وان هو مهم جدا. بيقول لي I love shopping online very much. انا بحب التسوق على النت جدا. Last week الاسبوع اللي فات I wanted to try shopping online so I ordered a coffee machine. بيقول ان هو كان عايز يجرب كده الشوبينج اونلاين، عشان كده طلب ايه كوفي ماشين، ماكينة صنع القهوة. I bought this machine as a present for my parents. اشتراها كهدية لوالديه. I gave them the machine on their birthday. كنت هديها لهم في عيد ميلادهم. They are very happy with it. كانوا سعداء جدا. It looks so great in their kitchen and it's easy to use. كانت جميلة جدا وعظيمة في المطبخ وكانت سهلة الاستخدام في نفس الوقت. It also makes a really delicious cup of coffee. وكانت بتعمل كمان قهوة لذيذة جدا. I didn't wait weeks for delivery. ما استنيتش أسابيع ولا حاجة للتوصيل. The delivery was so quick. الدليفري كان سريع جدا. There is only one problem with it. كان في مشكلة. My parents think it's noisy. أعتقد إن هم بتعمل ضوضاء وصوت عالي يعني. In my opinion في رأيي I think that it's amazing machine and the price is really good. بيقول ان اعتقد ان هي كانت ماكينة رائعة والاسعار كانت جميلة جدا. ده اعتقد نفس الريفيو اللي احنا اتدربنا عليه خلال الشرح. تاني موضوع يا حبايبي مهم من حيث الريفيو. خد بالك احنا هنبدأ بالريفيو الاول اللي هو المقال النقدي. ايه المهم ده؟ يقول لك a review about your community. مجتمعك. او يجيب لك في الامتحان your community او my community المجتمع. او يجيب لك The Decent Life Initiative مبادرة حياة كريمة. نفس الكلام الثلاثة دول هتكتب الموضوع اللي قدامك ده.
I love my community very much. معلش بس في حاجة هنا ملحوظة صغيرة في المذكرة، هتسيب برضه لازم مسافة في أول باراجراف، يعني تسيب مسافة سنتي كده ولا 2 سنتي ولا حاجة قبل ما تبدأ إيه الباراجراف. I love my community very much. أنا بحب مجتمعي جدا. I think the best thing about my community is the facilities. بيقول أعتقد إن أفضل شيء في المجتمع بتاعي اللي هي التسهيلات بتاعته. We have some great shops and places to go to like the library. بيقول ان احنا عندنا اماكن كتيرة ومحلات عظيمة ان احنا نروحها، مثلا على سبيل المثال زي المكتبة مثلا. I think we have a very strong community. اعتقد ان احنا عندنا مجتمع قوي. We have lots of community projects where we can volunteer to help people, especially the elderly. بيقول كمان ان احنا عندنا كثير من المشروعات المجتمعية اللي نقدر نتطوع فيها عشان نساعد الناس وخاصة اللي هم كبار السن. We are starting a project next month where young people are going to help the elderly learn more about technology. بيقول ان احنا هنبدأ مشروع جديد الشهر الجاي، وفيه young people هم الشباب هيحاولوا ان هم يساعدوا الناس اللي هم كبار السن عشان يعرفوا اكتر عن التكنولوجيا اللي هي التكنولوجيا. We have really good leisure activities here too. كمان احنا عندنا أنشطة ترفيهية كتيرة خالص، sports facilities وكمان أنشطة رياضية أو تسهيلات رياضية and the children's playground وملاعب الأطفال أو ملعب الأطفال. For example على سبيل المثال there are lots of places where families can enjoy being outside together. عندنا أماكن كتيرة العائلات بتستمتع إن هي تخرج مع بعض فيها. I think we could improve our equal opportunities. وأعتقد إن احنا نقدر إن احنا نحسن الفرص بتاعتنا المتكافئة والمتساوية. Our pavements كمان الرصيف بتاعنا for example على سبيل المثال aren't accessible for all and make it difficult for disabled people to use them. على سبيل المثال عندنا الرصيف بتاعنا مثلا او الرصيفة بتاعتنا ما بتكونش مقبولة جدا او مش متاحة لكل الناس ان هم يستخدموها بطريقة سهلة، وبتكون من غير السهل او من الشاق على اللي هم ذوي الاعاقة ان هم يستخدموها. تالت موضوع معانا يا حبايبي short story you have read. قصة قصيرة انت قريتها. وقلنا من شويه في الشرح قصه بتاعت الراجل اللي هو عزم اصحابه في المطعم ودخلوا وبعد ما اكلوا مفيش فلوس وابن عمه دفع له، وتعلم من المغزى من القصه ان هو ما يطلعش من البيت غير لما يتاكد هو معاه فلوس كافيه ولا لا. ينفع تكتبها دي يا مستر؟ ينفع، وهتاخد 7 من 7. عايز قصه تانية؟ خد قصه تانية. David was working in the factory. ديفيد كان بيعمل في مصنع. When one day his manager greeted him and told him that he had a visitor called Mr. Mika Weber. بيقول في يوم من الأيام كده مديره حياه وقال له خد بالك احنا عندنا زائر اسمه مستر ميكا ويبر. The visitor told David that he wanted him to be his lodger. والزائر ده قال لديفيد ان هو عايز ينزل معاه في بيته، يعني هيقعد معاه في بيته الفترة دي. He took him to his house after work. أخده معاه البيت بعد العمل. He was poor يعني كان هو فقير جدا and lived there with his thin wife, their baby and 2 small children. وكان بيعيش في بيته ده مع زوجته اللي هي الهزيلة في الجسم يعني وطفل صغير رضيع و2 أطفال صغيرين. His wife said that مراته قالت له she never thought that they would need a lodger. هي قالت له ان هو عمرها ما كانت تفتكر ان هم محتاجين نزيل يكون عندهم، اللي هو عايز يقول لك كده ان هم مش مقضين نفسهم يعني عشان يجي حد زيادة عليهم. But they don't have enough money. هم مش معاهم فلوس كافية. David's money from the factory paid for his food and the room. ويدوب اللي هو السالري او الراتب اللي بياخده من المصنع بيدفعه في الاكل وايجار الغرفة اللي هم قاعدين فيها. One day في يوم من الأيام Mrs. Mika Weber مرات ميكا ويبر said that they had nothing to eat in the house. مفيش أي حاجة ياكلوها في البيت. David tried to give her some money. ديفيد حاول إن هو يديها فلوس but she refused and decided to sell. هي رفضت وقررت كمان to sell some old books to cook a healthy meal عشان تعمل وجبة صحي. الموضوع الرابع معانا short story about a bad situation. قصة قصيرة عن موقف سيء. قصة قصيرة عن موقف سيء على فكرة ينفع برضو كنت تكتبها لو جات لك قصة قصيرة انت قريتها عادي يعني برضو. My friend Karim has enjoyed windsurfing for about 2 years.
بيقول إن صاحبي كريم بيستمتع ببونو سيرفينج رياضة ركوب الأمواج about 2 years لمدة حوالي سنتين. He usually goes with his older brother. عادة بيروح مع أخوه الأكبر منه. A few months ago بعد شهور he decided to windsurf alone. خلاص قرر إن أنا لا أروح لوحدي. He didn't tell his brother this. وما قالش لأخوه الكبير كده. It was windy. كان الجو عاصف اليوم ده. But that is good if you want to windsurf. ده بيكون جميل لو أنت عايز تروح لرياضة ركوب الأمواج لازم يكون الجو عاصف. In the afternoon بعد الظهر the wind suddenly became very strong. الرياح أصبحت قوية جدا. The wind took كريم far from the beach وأخذت كريم بعيد عن الشاطئ. He was very scared. كان خايف جدا. Some people in a boat came to help كريم. بعض الناس كانوا في قارب كده وشافوه وراحوا عشان يساعدوه. After that بعد كده they took him back to the beach. أخذوه للشاطئ. كريم hasn't windsurfed alone since that time. وهو عمره ما راح رياضة ركوب الأمواج دي لوحده خالص. Now he always windsurfs with an older person. دلوقتي هو بيعمل الرياضة دي مع دايما حد كبير. He has learned an important lesson. وتعلم درس مهم جدا. بعد كده a biography about a famous person. الموضوع ده انا جايبه الموضوع يعتبر الموضوع الخامس، بس عايز اقول لك وزي ما قلنا في بداية الفيديو ده هو اول واهم موضوع عندنا. ممكن يجيلك باكتر من طريقة. biography about a famous person, a biography about your role model, a biography about a person you like most. اي طريقة، المهم انت تكتب سيرة ذاتية عن شخص مشهور او انت بتحبه او يكون مثلك الاعلى. هنا مثلا بيتكلم عن سمر عبد الفتاح. سمر عبد الفتاح has always been interested in space. بيقول ان سمر عبد الفتاح دايما مهتمة بالفضاء وعلوم الفضاء. As a young child وهي طفلة صغيرة she wanted to be an astronaut. كانت عايزة تطلع رائدة فضاء. After she finished school بعد ما خلصت دراسة she went to Cairo University. راحت الجامعة جامعة القاهرة to study space engineering عشان تدرس هندسة الفضاء. While Summer was at university وهي في الجامعة a space technology company had a competition. كان في شركة من شركات الفضاء اللي هي تكنولوجيا الفضاء دي كانت عاملة مسابقة. Students had to design a hyperloop. الطلاب كانوا لازم يصمموا hyperloop. ايه الهايبرلوب ده هنعرف مع بعض دلوقتي. A new very fast form of transport that travels above the ground. بيقول ان هو نوع جديد وسريع جدا من اشكال المواصلات that travels above the ground بيسافر فوق الارض. Summer decided to enter the competition. سامر قررت ان هي تدخل المسابقة and asked other engineering students from the university to join her team. وطلبت كمان من المهندسين اللي هم معاها طلبة يعني في الجامعة ان هم ينضموا للفريق بتاعها. Summer's team was the only one from Africa or the Middle East. وكان فريق سمر ده سمر عبد الفتاح كان هو الفريق الوحيد من افريقيا او كمان من الشرق الاوسط. They worked hard on their design. كانوا بيعملوا بجد على التصميم بتاعهم and they won the competition. وكمان فازوا بالمسابقة. Summer traveled to the USA to receive the award. وكمان سامر سافرت للولايات المتحدة الأمريكية عشان تستلم الجائزة. 3 years later بعد 3 سنين Summer started her own company. فتحت أو بدأت شركتها الخاصة. Now she is a space engineer. دلوقتي كمان هي مهندسة فضاء and a business person وسيدة أعمال. She also gives speeches to other young engineers to help them achieve their goals. كمان هي بدأت إن هي تدي كورسات وتنصح كل المهندسين الصغيرين وبتساعدهم إزاي يحققوا أحلامهم وأهدافهم. طب لو جالي في الامتحان يا مستر وكتبت عن محمد صلاح، كتبت عن دكتور احمد زويل، دكتور مجدي يعقوب، كتبت عن اي شخص ينفع بس تكون انت محضر نفسك زي ما شرحت لك في بداية الفيديو. كمان يا حبايبي a biography about a person in your family. سيرة ذاتية عن شخص في عيلتك. في طلبة كتير يا مستر لو جالي اللي هو البيوجرافي عن شخص ده انا بحبه او قدوتي او ينفع اكتب عن بابا؟ ينفع. عشان كده جايب لكم الباراجراف ده. I want to write about my father. أنا عايز أكتب عن بابا ربنا يرحمه يا رب. Because he is a great man. هو رجل عظيم.
He was born in Cairo. ولد في القاهرة in 1977. When he was young, عندما كان صغيرا, he wanted to be a doctor. كان عايز يطلع دكتور. Although his family was poor, بالرغم ان عيلته كانت فقيرة, he decided to study hard. قرر ان هو يذاكر ايه بجد. He was clever and intelligent. كان ذكي وشاطر في نفس الوقت. After finishing school, بعد ما خلص دراسة أو المدرسة يعني, he joined the faculty of medicine. التحق بكلية الطب. After that he graduated and became a great surgeon. بعد كده هو تخرج وأصبح جراح عظيم جدا. He did a lot of operations and helped many patients. وكمان عمل عمليات كتيرة ناجحة وساعد مرضى كتير. All people like and admire him. كل الناس كانوا بيحبوه معجبين بيه because he is kind and helpful. عشان كان طيب وعطوف وفي نفس الوقت ايه مساعد ومتعاون مع الناس كلها. He donated a lot of money to build a hospital for the poor. وكمان هو اتبرع بفلوس كتيرة عشان يبنوا مستشفى للفقراء. I am very proud of my father. وأنا فخور جدا بوالدي عليه رحمة الله. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة وقلنا أهم 5 paragraphs علينا السنة دي مهمين جدا جدا جدا. مش بس كده، احنا كمان شرحنا في بداية الفيديو ازاي نعمل كل باراجراف على حدة. يا رب تكونوا استفدتوا. بعدكم بمزيد من الفيديوهات خلال اليومين دول. احنا الحمد لله امبارح نزلنا فيديو شرح الجرامر في نص ساعة، لو ما سمعتوش لازم تسمعوا. النهارده الباراجرافز، وان شاء الله خلال يوم او 2 هننزل باقي الفيديوهات، وهيكون في بث مباشر لكل المحافظات ان شاء الله. بس بستأذنكم كل محافظة تحت الفيديو ده اكتب لي انت عندك امتحان انجليش، انت محافظة ايه وعندك امتحان انجليش امتى، عشان نحاول نعمل بث مباشر يكون شامل وكامل لكل المحافظات مع بعض ان شاء الله. يا ريت لو انت مش عامل اشتراك اعمل اشتراك في القناة، وفيد زمايلك الدال على الخير كفاعله. ابعت وشير الفيديو ده لكل اصحابك، واللهم علما ينتفع به. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية كتيرة في قناتكم يحيى اكاديمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.